كل اللي حكيته خلال اليومين الماضيين انه مش عيب تسكر، مش عيب تحط الباص وتسكر وتلعب دفاع امام منتخب مثل سويسرا. التعادل هو اللي كان الهدف، التعادل هو اللي كان الحلم، وقدرت قطر توصل له باللحظات الاخيره وبرأسيه خوخي القاتلي. هيدي المباراة كانت تلعب على هالتفاصيل. قطر متطورة دفاعيا بشكل كتير كبير بالمباريات الأخيرة، أمام سويسرا 1-1، أمام السلفادور 0-0، أمام إيرلندا خسروا 1-0، علما أنه بآخر 12 مباراة بالتصفيات قطر تلقت 25 هدف. لكن من وقتها اجى لوبيتيجي اشتغل على الشق الدفاعي، لأنه أساس أنك تاخد نقاط وتفوز بمباريات وتقدر تخرج من هيك مباراة كبيرة أمام خصم هو الأبرز والأفضل بالمجموعة، كان أنك تلعب بخط دفاع مثل اللي لعبت اليوم قطر. ما بعرف شو بدي أحكي. الفرحة رائعة، الفرحة كبيرة يعني. أكثر ما كنت بتمنى، والله أكثر ما كنت بتمنى. كل تمنياتي كانت انه نخرج بهالتعادل، والحمد لله قدر يتحقق باللحظات الاخيره برأسيه رجل البركه خوخي، اللي كان سجل ايضا هدف بمباراه الامارات اللي تاهلت فيها قطر. الف مبروك لقطر، هيدي النقطه التاريخيه، النقطه الاولى بتاريخ مشاركتهم بكأس العالم، على امل يتكرر هيدا الشيء بالمباريات اللي جاي، ونشوف قطر بالدور 32 ونشوف كل المنتخبات العربيه بالدور 32. ألف مبروك.